انت عارف انت مين؟ ولا ممكن مش عارف؟ وليه دايما بتفشل في كل حاجة بتبدأ فيها؟ تعال خليني اقول لك. اهلا، انا احمد النجم، ودي قناة بوك نوك. لو اول مرة تشوفني فانا بشرح لك كتاب وبقعد ادردش معاك فيه. لو الفكرة عجبتك قول لاصحابك، ويلا بينا نبدأ. لما تيجي تكلم حد ويقول لك ده انا بقالي 3 ايام بحاول اقرا جزء من القران، او احاول اقرا كتاب، او حتى اتعلم طبيخ او اتعلم حاجه جديده، وتيجي بعدها بكام يوم تسال عليه تقول له طب انت عملت ايه؟ هيقول لك والله ما عدتش قادر او كسلت، او حتى لو الموضوع بقى تقيل على قلبي. لكن هو لما يجي يتفرج على التلفزيون فالموضوع بالنسبه له عادي، لكن يلعب بلاي ستيشن الموضوع برضه بالنسبه له عادي. لكن يجي في الحاجه المفيده او الحاجه المهمه بالنسبه له تلاقي الموضوع تقيل على قلبه بعد يومين ثلاثه، فتقول له طب حتى بطل دول، فيقول لك الموضوع بالنسبه لي صعب. وحتى في ناس تانية ممكن تقول لك ان الموضوع مستحيل. طب هو الموضوع صعب ليه بالنسبه لهم ان هم يتعلموا حاجه جديده او حتى يبطلوا حاجه هم متعودين عليها بقالهم فتره؟ الحقيقه في سببين. السبب الاول ان احنا بنغير حاجات غلط اصلا مش مفروض انها اللي تتغير، والتاني ان حتى واحنا بنحاول نغيرها فبنغيرها غلط. تعالى نمسك اول نقطه ونتكلم فيها شويه. لما تيجي تقطع بصل مش بتلاقي ان هما دوائر جوه بعض وكل واحده اصغر من اللي فوقها؟ جيمس كريل قال لك ان الموضوع بالنسبه له زي كده بالظبط، بس هو عندنا 3 طبقات بس. الطبقه الاولى النتائج، الطبقه الثانيه العمليات، الطبقه الثالثه الهويه. النتائج المقصود بيها هنا ان انت الهدف او الحاجه اللي انت نفسك توصل لها، اللي هو دايما احنا بنبقى حاطين علينا عليها، بنبقى مركزين معاها ومش مركزين مع اي حاجه تانية. زي انك تخس، زي انك تنشر كتاب، زي ما انا بنشر الحلقه دي قدامك دلوقتي، واهداف تانية كتير. والطبقه اللي بعدها اللي هي العمليات، او اللي هي الخطوات اللي احنا بنحاول نعملها، او بمعنى صح ان انت ازاي تغير الخطوات اللي بتعملها كل مره ومع ذلك ما بتجيبش معاك نتيجه. يعني كل مره بتعمل مشكله وكل مره ما بتوصلكش لحاجه فنبدا نغيرها. فهنا المقصود بها بالطبقه دي، والمقصود اكتر يعني لما نيجي ندخل في الموضوع اكتر معناه ان انت تغير عاداتك ونظامك اللي اتكلمنا فيهم المره اللي فاتت. مثلا انك تنظم مكتبك، ان انت تعرف تذاكر عليه احسن لك وما يكونش الموضوع مكركب والدنيا مدهوله، وان انت تدور على الحاجه اللي انت عايزها كل شويه. تسهل على نفسك ان انت تروح الجيم او التدريب او ايا كان اللي انت بتحب ان انت نفسك تنتظم فيه شويه. واغلب عاداتنا اللي بنيناها مربوطه بالموضوع ده شويه او بالمستوى ده بمعنى اصح. طب تعالى نيجي للطبقه الثالثه واللي هي اهم واحده فيه، واللي هي بتغير فيها هويتك او بمعنى صح معتقداتك وافكارك ونفسك من جواك. انا مش عايز اتكلم كتير عنها دلوقتي، هتكلم معاك عنها شويه كده كمان اكتر منها. وبعد ما عرفت ال3 طبقات احب ابشرك ان انت ماشي غلط، او اغلبنا ماشيين غلط. يعني انا زيك كنت بتمشي غلط وانا ماشي غلط عادي، الموضوع مش ازمه يعني في الاول. المهم ان احنا نعرف الصح. اغلب الناس او اللي زيي وزيك او عامه اغلب الناس اللي بتبقى لسه عايزه تتعلم حاجه جديده او بتتدرب على حاجه جديده او تهتم بحاجه جديده، غالبا بيبقوا باصين على النتائج مش باصين لا على العمليات ولا باصين على الهويه. فالموضوع بيبقى بالنسبه لهم ان انا باصص على الهدف. فالهدف دايما مهما كان انا مهتم بيه او مهما يكون متعلق بيه لازم هاجي بعد فتره وهكسل، لان انا ما عملتش حاجه تخليني فعلا من جوايا مؤمن ان انا الشخص ده او ان انا الحاجه دي. اغلب الناس بتمشي من بره لجوه، زي انها توصل انها نفسها تخس، نفسها انها تبطل مشروبات طاقه، نفسها تبطل سجاير، نفسها مثلا ترجع تلعب رياضه تاني. بس الموضوع هي بتشوفه من بره شويه، ما بيدخلوش فيه تعمق. لان اي نتيجه انت هتحاول ان انت توصل لها من غير ما تبص لها من جهه العمليات ومن الهويه برضه، فاي حاجه انت هتعملها هي مجرد هتبقى حاجه مؤقته، وبعد وقت قليل الموضوع هيقف تاني زي كل مره. ولما انت بتمشي من النتيجه وبعد كده العمليات وبعد كده الهويه، يعني من بره لجوه، الموضوع بيكون اصعب لان هو بيستهلكك كطاقه وكمجهود وكصحه وكل حاجه. لان انت بتبقى محتاج ان انت تكون ملتزم قوي، محتاج ان انت تكون منضبط بزياده. انت عايز توصل لنتيجه انت مش عامل لها اي حاجه تخليك توصل للنتيجه دي، ففعلا انت هتتبهدل وهيبقى الموضوع بالنسبه لك صعب وهيبقى تقيل فعلا عليك. وعقبال ما تبدا تتغير بجد الموضوع اصلا بيكون صعب عليك، لان انت خلاص الموضوع بيبقى تقيل. انت استهلكت كل طاقتك في الفتره اللي انت بتحاول تلتزم فيها. فاول ما تبدا تتحط على الطريق الصح خلاص انت ما عادش فيك طاقه. اي طاقه التزام انت كان ممكن تساعدك او تزقك شويه في الفتره الاولانيه ما عادتش موجوده، لان انت هلكتها بان انت قاعد بتدور على النتيجه ومبهور باللي انت عايز توصل له من غير ما تبص لا على عمليات ولا على هويه. طب هو الناس التانيه اللي بتبص للموضوع من الهويه وبعدين العمليات وبعدين النتيجه، الموضوع بالنسبه لهم بيكون اسهل وابسط واريح ومش محتاج المجهود ده كله. لان في الحاله الاولى انت بتبص انت عايز توصل لايه من غير ما تبص انت عايز توصل له ازاي. لكن في الحاله الثانيه احنا بنبص نوصل له ازاي وبعد كده نشوف احنا عايزين نوصل لايه، ما يمكن نوصل لحاجه احسن كمان، ما نوصلش اللي احنا عايزينه بس. والمشكله ان انا مش عايز اصدمك او اضايقك او احبطك شويه، ان الموضوع ان انت حتى لو
عرفت تظبط النتائج، او يعني يبقى عينك كويسه على النتائج وتكون كمان تظبط العمليات، انت من غير الهويه ما عملتش حاجه. لان الموضوع انت بتبقى زي ايه، لان الموضوع بيبقى طبقه فوق طبقه فوق طبقه. هو انت عمرك شفت عماره الارض بتاعتها بتتحرك والعماره ثابته من فوق؟ ما اعتقدش ان انت شفت. هو ده تقريبا نفس الحاجه. تعالى اقول لك بقى يعني ايه هويه. كل واحد فينا ممكن يكون معروف مثلا ان هو دكتور شاطر، ممكن يكون مهندس فاشل، ممكن يكون رسام كويس، ممكن ما يكونش اصلا حاجه ويبقى الناس بتعتبره نكره مثلا. بس كل واحد فينا مربوط بيه حاجه هو بيعرف نفسه بيها. ممكن يكون كذا دور، ممكن يكون اب صالح، ممكن يكون عالم ذره مثلا، ممكن يكون لعيب كوره، ممكن يكون اي حاجه. بس هو دايما بيبقى في حاجه انت مربوط بيها. هي دي يعتبر تقريبا شويه معنى كلمه هويه. وعلشان تفهم اكتر موضوع الهويه دي، او لو فكره ان ليه في فرق ما بين واحد والتاني في فكره الهويه او فكره العمليات والنتائج والكلام ده كله، ومش كل الناس بتوصل، فتعالى بس نبص لها من جهه تانية. لو انا دلوقتي لو جبت اتنين قلت للاولاني انا هجيب لك اكل من بره، والتاني قلت له هجيب لك نفس الاكل من بره، الاولاني قال لي ما انا بحاول ابطل، يعني انا باكله بس انا بحاول ابطل. فهو بالنسبه له الموضوع قاعد يعرف اللي هو ايه، يعني فيها احتماليه، يعني يا لا. لكن التاني انا لو قلت له ممكن يقول لي انا اصلا ما باكلش من بره. فالموضوع كده بقى في فرق ما بين هويه الاولاني وهويه التاني. هويه التاني هو مش شايف اصلا ان هو بياكل من بره، فهو مقتنع من جواه وكل تصرفاته بتوحي ان هو اصلا مش هياكل من بره، ومهما حاولت معاه مش هياكل. زي مثلا ما يكون حد تاني يكون مثلا بيشرب سجاير، لو اتنين بيحاولوا يبطلوا وجيت انت تعزم على الاتنين، فالاولاني بيقول لك لا والله انا بحاول ابطل فمعلش بعيدها عني دلوقتي، ده لو ضغطت عليه شويه هيشرب عادي. لكن لو جيت على التاني هتقول له طب ايه ما مش ناوي تاخد، هيقول لك انا اصلا ما بشربش. شفت الاختلاف؟ الاولاني هو حاطط لك قابليه، او هو لسه في دماغه مقتنع ان ممكن يكون في مجال ان هو يرجع تاني، لكن التاني مفيش. هو فعلا قافلها ضبه ومفتاح. انا وانت وغيرنا لما نيجي نحسن من نفسنا دايما بنتحط في حته اللي هو انا باصص على النتيجه، انا الحاجات اللي قبلها الموضوع بالنسبه لي صعب وبحاول وبضغط على نفسي ونفسي اعمل حاجه وبتاع، بس لا ما مش احسن حاجه. انا باصص على النتيجه، انا عايز اعمل حاجه معينه هي دي اللي انا عايزها. فاغلبنا لما بنوصل للنتيجه يعني نوعا ما بننتكس او بنرجع خطوتين ثلاثه. يعني لو حد بطل ان هو ياكل كتير مثلا ولا حاجه وخس فعلا 20 30 كيلو، تلاقي بعد فتره هو لو ما عادش بياكل اكل صحي زي ما هو كان منتظم او زي ما كان عايز لمجرد ان هو يخس، الموضوع بيبقى اسوأ. هو الموضوع بيبقى شره اكتر، بيبقى انا كاني محروم وما صدقت لقيت حاجه ودخلت فيها بدماغي. وجيمس كلير اتكلم عن النقطه دي وقال لك السلوك الغير متوافق مع الذات لن يكتب له البقاء. يعني ممكن تكون انت محتاج فلوس جدا، بس انت كشخص اصلا انت اترسخت فيك كل عوامل ان انت تاخد الفلوس تصرفها، لا تحوش لا تستثمر لا تعمل بيها اي حاجه مفيده انها تساعدك لبعدين لو انت اتزنقت. فانت بتاخد الفلوس حتى لو استلفت بتقوم صارفها على طول، لان انت متعود تعمل كده. فلما تتعود تعمل الكلام ده انت برضه هتفضل مفلس. انت مهما عملت ومهما حاولت ومهما استلفت ومهما كان الفلوس اللي معاك مهما كانت كبيره، لو انت من جواك مش متعود او مش مترسخ فيك ان انت تحوش مثلا، تستثمر، تدخل في مشاريع، تدخل في شغل تكبر الفلوس دي، فانت شخص مستهلك. اي فلوس هتجيلك هتضيعها. وده مثال بناخده على اي حاجه ثانيه. فكره بقى ان انت اي حاجه في دماغك زي ما تقول ايه، مثلا واحد عايز ينزل يتمرن، عايز يلعب كوره، عايز يعمل اي حاجه، بس هو ما بيتمرنش كل يوم، ما بيعملش كل حاجه، ولا منتظم لا اكل ولا تدريب ولا الكلام ده كله. وحتى لو جبنا له احسن مدرب في العالم فالموضوع برضه بالنسبه له زفت، لان هو ما بيتغيرش من جواه. هو قاعد مقتنع ان النتيجه هي اللي هتعمل لي كل الكلام ده، لكن هو ما بيبصش لا على العمليه ولا على الهويه، والهويه اهم من العمليه كمان. وعلى سبيل المثال في عندك واحد اسمه براين كلارك. براين كلارك ده كان عنده مشكله ان هو بيقرقط ضوافره، كان الموضوع بالنسبه له حاله عصبيه، يتضايق يتعصب يتخانق تلاقيه دايما قاعد ما يقرقط ضوافره. طب هو لما جه قرقط ضوافره بهدل ايديه، فقال لك لا ما هو انا برضه مش عايز افضل قاعد بعمل كده، فحاول ان هو يطول ضوافره شويه ومسك نفسه ما رضاش يقرقطها، وخلى مراته تتصل بمركز زي عنايه بالضوافر وزي بيوتي سنتر يعني وحاجات من دي. فقام رايح، واول ما راح هناك بداوا يقولوا له يا لهوي ده انت ضوافرك حلوه قوي، ضوافرك كويسه جدا، ده انت يعني ما فيش منك اتنين، ضوافرك دي يعني حاجه حلوه قوي. فضلوا ينظفوا فيها ويعملوها بانها حاجه مثلا قيمه وكده. وهو ساعتها زي ايه فكرته عن ضوافره اتغيرت، هو نوعا ما بقى زي ما تقول بقى فخور بيها، بقى فرحان بيها، بقى عايز يهتم بيها فعلا، ما عادش بيقرضها زي زمان. فالموضوع اترسخ اكتر جواه ان هو هويته اتغيرت، ان هو من شخص كان مبهدل ضوافره لشخص هو بالنسبه له الضوافر دي فخر. ما اعرفش ايه الفخر ده بس يعني هو ده بالنسبه له. وجيمس كلير برضو اتكلم عن النقطه دي وقال لك كلما صرت فخورا بجانب معين من هويتك صرت مدفوعا اكثر الى الحفاظ على العادات المرتبطه بهذه الهويه.
في واحد صاحبي دايما مهما رحنا ومهما جينا ومهما كان ورانا حاجات ومهما كنا مشغولين الاقيك دايما مجهز هدومه وميته حاططها في الشنطه عشان يروح الجيم. الدنيا بتمطر، عندنا سكاشن، الدنيا بتولع، هو رايح الجيم. في امتحان بكره ما عندوش مشكله، هو نازل الجيم. هو هيعرف اصلا لما يسمع الكلام ده، لو شاف الفيديو يعني هيبقى عارف نفسه. هو رسخ جوه دماغه ان هو فعلا رياضي، فالموضوع بقى بالنسبه له زي هويه، فخر بالنسبه له ان هو بيبقى فرحان ان هو رايح الجيم. وجيمس كلير برضو علق على النقطه دي وقال لك التغيير السلوكي الحقيقي هي تغيير في الهويه، والسبب الوحيد الذي سيجعلك تتمسك بها هو ان تصير تلك الهويه جزء من هويتك. بس خليك فاكر ان سهل ان انت تنزل الجيم مره او مرتين، بس لو هويتك ما اتغيرتش فانت مش هتعرف تنتظم لمده طويله. اي تحسين هتعمله هيفضل مؤقت لغايه ما يكون جزء من هويتك. اصل ازاي هتقول ان انت قارئ وانت عمرك ما مسكت كتاب؟ ولا ازاي تقول ان انت رسام وانت عمرك ما مسكت قلم؟ ولا ازاي ان انت تقول ان انت مجتهد واول الدفعه وانت عمرك ما ذاكرت؟ الشخص اللي هويته بجد مربوطه بهواياته مش الشخص اللي هيفضل يقنع نفسه كل مره انه يعمل الحاجه دي. المشكله هنا ان عمليه تكوين العادات هي سلاح ذو حدين، لان انت زي ما بتكون عادات كويسه ممكن تعمل عادات زي الزفت، والعادات اللي زي الزفت برضه الموضوع بيكون صعب ان انت تسيبها. المشكله ان العادات اللي زي الزفت الموضوع بيكون اسوأ، وهنعرف كده في الحلقات الجايه يعني. بس حاول تخليك خفيف، لو في هويه ارتبطت فيك حاول تغيرها بعدين. ما تعملش زي الناس اللي وصلت لحاله الثبات الادراكي. عارف انت لما تقول على واحد فاشل واصحابه يقولوا عليه فاشل واهله يقولوا عليه فاشل، ويعني امة لا 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 تقول له ان هو فاشل، فيبدا يترسخ جوه دماغه وعقله من كتر ما الموضوع اتكرر على دماغه ان انا فعلا فاشل. انتوا طالبين مني ايه؟ عايزين مني ايه؟ واحد تاني يفضل يتقال له يا تخين، انت تقول له يا تخين، صحابه يقولوا له يا تخين، اهله يقولوا له يا تخين، قرايبه يقولوا له يا تخين، فهو دماغه خلاص بقت مترسخه مش انا تخين، انتوا عايزين مني ايه؟ المشكله في الحاله دي ان هو كمان بقى بياخد رد فعل عكسي، بيبدا يتجنب اي حاجه تغير اي فكره او اي هويه في دماغه. انا عايز حاجتي، انا مش عايز حد يقرب مني، انا كده مرتاح. مش انتوا شايفيني فاشل فانا فاشل، مش انتوا شايفيني تخين فانا تخين. ريحوا دماغكم مني وابعدوا عني. وجيمس كلير برضو اتكلم في النقطه دي وقال لك كلما زاد عمق ارتباط الفكره او الفعل بهويتك صار من الاصعب تغييره، والحاجز الاكبر امام التغيير الايجابي على اي مستوى هو صراع الهويه. ومن الممكن ان تكون العاده الحسنه منطقيه تماما، ولكن لو تناقضت مع هويتك فستفشل في وضعها في موضع التنفيذ. اي يوم ممكن يحصل لك ظرف وممكن الموضوع يكون صعب، عندك شغل، عندك حد حصل له حاجه لا قدر الله، فعادي ان انت ما تعملش العاده يوم. بس المشكله عندك مش انك ما عملتش العاده يوم، المشكله عندك ان انت ما وصلتهاش انها بقت جزء من هويتك. فالموضوع ان انت حرفيا زي ايه، بقيت بتتلكك عشان ما تعملهاش، او بتبقى زي بتاخد رد فعل عكسي قصادها، ان ده مجهود زياده بتعمله على نفسك ما بتبقاش عايز تعمله حتى لو الموضوع هيفيدك. وعلشان تكون احسن نسخه من نفسك لازم دايما تفلتر معتقداتك. مش كل حاجه تدخل لك في دماغك يبقى خلاص هي مسلم بيها، مش كل حاجه تتربط بهويتك انت هتفضل سايبها لنفسك. لازم تتغير، لازم تغير الفكره دي. انا مش هفضل طول عمري مربوط بحاجه هي اصلا ما ينفعش تتربط بيا، او لو اتربطت بيا هي هتتربط ربط مؤقت. لو حاجه وحشه يعني هتتربط ربط مؤقت وبعد كده المفروض هتبعد، يا اما هتبقى اسوء. فانت ساعتها طب انت عايزها تبقى اسوء ولا انت عايزها تبقى عاديه ولا مش عايزها اصلا؟ طب لو معتقداتك ونظرتك للعالم بتاثر على سلوكك، طب هي جت منين من الاول؟ وازاي بتتشكل هويتك؟ ولو عرفت اتحكم فيها، طب ازاي اعمل حاجه كويسه انا نفسي اعملها واشيل اي حاجه زي عائق في النص ما بيني وما بين اللي انا عايز اوصل له؟ انت علشان تغير هويتك محتاج حاجتين. اول حاجه ان انت تحدد انت عايز تكون ايه اصلا، او عايز تكون مين. يعني انت خلاص انا مثلا احمد عايز اوصل لايه، عايز اوصل لمين، عايز ابقى ايه، لازم احدد دي علشان على اساسها ما هو الشخص او الحاجه اللي انا عايز اوصل لها دي ليها عمليات، ليها نتائج، ليها هويه. زي ما قلنا من شويه، هو انا ينفع اقول ان انا قارئ من غير ما اكون قريت ولا كتاب؟ وايه مبادئك وقيمك واللي انت عايز توصل له اصلا؟ وانت ممكن تكون عارف النتيجه اللي انت عايز توصل لها. طب ما تسال نفسك كده، هو الناس اللي وصلت في المكان ده بتعمل ايه؟ طب وانا ليه مش زيهم؟ وانا ليه عاداتي مش زي عاداتهم؟ او ليه انا حاجتي او اللي انا عايز اوصل له بعيد قوي عني للدرجه دي؟ هو انا بعمل ايه؟ وعايزك تفكك من النتيجه خالص، ركز لي على العمليه وعلى الهويه. واكتب لي معلش تحت في الكومنتات انت عايز تكون ايه، او عايز تكون ايه، وايه العمليات اللي تقدر تعملها علشان توصل للي انت عايزه. وردد دايما في دماغك، هو انا عملت فعلا الحاجه اللي توصلني ولا ما عملتهاش؟ لو انا عملتها فهو الموضوع بالنسبه لك مجرد وقت وهتوصل، لكن لو ما عملتش حاجه او ما حاولتش فالموضوع مش هتوصل خالص. وانا وانت عارفين ده. وده ينقلنا لتاني نقطه، اثبت هويتك الجديده بمكاسب بسيطه. ان انت مثلا عايز توصل ان انت تبقى منظم، اصحى كل يوم، رتب اوضتك،
نظم حياه اللي وراك، ابدا شوف الشغل اللي وراك انت محتاج تعمل ايه. ما تبقاش زي متكركب او مشدود او متبهدل وقاعد. اصلا انت مش هتفضل طول اليوم قاعد مغرق نفسك بحيل وحاجات وطرق ان انت عايز تعمل احسن حاجه باحسن طريقه والكلام ده كله، على عيني وعلى راسي، بس انت برضه بني ادم، مش لازم تكون مثالي. الاهم من كل دول اللي بتربطه بنفسك، وفي الاخر انت بتبقى حرفيا تجسيد لعاداتك، لان هي بتوصل لاعمق جزء في معتقداتك. تعال بقى نلخص كل اللي قلناه في 4 نقط علشان الموضوع بس ما يكونش تهمل. اول حاجه، في 3 مستويات: نتيجه وعمليه وهويه، وقلنا الاحسن منهم، وقلنا ان انت لازم تغير الهويه وبعدين العمليات وبعدين النتيجه، علشان العكس بيبقى مجهد وبهدله وتعب، والموضوع بيبقى زي ارهاق على الفاضي، لان انت بعد فتره فعلا بتكسل. تاني نقطه، احسن طريقه تغير فيها عاداتك ان انت ما تركزش على النتيجه، ركز انت عايز تبقى ايه او عايز تبقى مين. تالت حاجه، لو عايز توصل لاحسن نسخه من نفسك لازم تفلتر معتقداتك، لازم دايما تحدث من هويتك، لازم تبقى على طول كل معلومه بتجيلك انت عايز هتاخد منها ايه، ايه اللي محتاجه وايه اللي مش محتاجه، وايه اللي انا عايزه فعلا وايه اللي مش عايزه. الموضوع زي ما يكونش اي حاجه بتسمعها او اي حاجه بتحتك بيها هي خلاص بقت جزء منك. ورابع حاجه، السبب الحقيقي ورا اهميه العادات مش انها ممكن توصلك لنتيجه احسن مع ان ده مقدورها، بس هي بتترسخ اكتر في هويتك، لانها بتغير معتقداتك ونظرتك عن نفسك. هتكلم في الحلقه الجايه عن ازاي تبني العاده في 4 خطوات بس. لو عجبتك الحلقه وزعها لاصحابك وشوف مين ممكن يستفيد فعلا منها، واعمل لي لايك واشترك في القناه، وهحط لك لينكات الفيس والانستا تحت، لان هنزل حاجات عن نفس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده برضه بشكل مختصر اكتر. يعني الفيديو ممكن يكون دقيقه دقيقتين، يعني حاجه في الخفيف كده عشان ما يبقاش تقيل بالنسبه لك ولا طويل زي الفيديو ده. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده، هستناك يوم الخميس الجاي، وما تنساش هنا الكتب بتتكلم. مهما قالوا مستحيل، مهما كان المشوار طويل، مهما قالوا الوقت قليل، فجري جاي مهما طال الليل.